السلام عليكم على كل الاوجيز السكان الاصليين لليوتيوب. وحشتوني قوي يا شباب. صاحي من النوم النهارده عايز اعمل لكم فيديو جديد. ازيك حبيبي عامل ايه؟ عايز امنشن كل حد بيقابلني في الشارع ويسلم عليا وما اعرفش ليه انا بتحضن كتير قوي يا جدعان في الشارع والله بجد. الواحد بقى قبل ما ابدا الفيديو عايز اطلب منكم طلب اللي هو بيبقى قد ايه ده، يبقى بصه طلب. عايز اطلب طلب مش طلب، لا طلب. دوس لايك على الفيديو ده. ما تنسوش ان القناه دي المفروض اوصل بيها المليون، وتشترك في القناه. اتاكد انك مشترك في القناه. عارف انت اللي هو الحنتفها كده يعني. شوف كده انا مشترك هنا، ايوه وتدوس اشتراك وتفعل زر الاشعارات. انا حزين قوي على الرجاله وحزين قوي على الستات. انا حزين سبيسيفيك على الرجاله. ليه؟ ميدو وسماسيمو الكابلز الشهيره على السوشيال ميديا طلعوا شلفوا لبعض، والبنت قالت ده كان فاتح لي ايدي وعندها صباعين لا مؤاخذه ما بيتحركوش وحاجات حاجات توديك التوكيل وتعمل فحص بقى وتشوف ايه اللي بايظ تغيره. طلع رد فقالت له انت مش راجل، وقعدوا يخوضوا. هم خاضوا. عارف انت لما حد بيخوض في عرض او في اهل بيتك خاضوا في بعض يعني كلمة غريبة. وسماسيمو عملت اغنية مع السلامة يا سوق عملت اغاني عليه، يعني فيما معناه ان هو يعني الحمد لله اللي هو ايه، ان انت طلعت من حياتي. وهو برضه قعد يخوض واتريق عليها وراح حب، وهي راحت اتخطبت واتقرا فتحتها وعرفت 3 وهو عرف كتير. انا بهدي النفوس والله مش بيرجو بيرياكت. وفجأة راحوا رجعوا لبعض. رجعوا اللي هو عادي. انت صاحبك اللي خد منك 200 جنيه وما رجعهاش من 5 سنين هين شرف عيلته في واتساب عنده، انما دي بص عملوا ورجعوا عادي وانت خسرت صاحبك عشان 200 جنيه يعني. نعمل بقى تيست دلوقتي كده على طول. صباح الفل يا باشوات. بيتارجت لا مش هقول بيتارجت ايه، خلاص مش لازم اقول بيتارجت ايه فعلا. هعمل لكم احسن صينيه فراخ. اول حاجه هنمسك الصدر كده، وهي بقت راجل البيت. يلا بقى الناس قعدت تلوم سماسيمو بشكل. جت قالت لها يا بنتي كرامتك واللي عملوا فيك انت نسيتيه كده. راحت رد عليهم رد بصراحه اقنعني. يعني انت هتنزلي بكرامتك القبر يعني. الحمد لله كفنك مش هتحط فيه فلوس ولا كرامتك، عادي موت من غيرها بقى. اللي عجبني في سماسيمو ان الفيديو اللي جاب 7 مليون ده، يا ولا الله يا رزين انت. تحسه واعي، تحسه عاقل بعد البوسه دي. في وعي. لقط شبكه اللي هو باصص لك يلا والله طب يلا عشان اتاخرت يا بيت. يلا سيمو مداميدو بيرجو بيرياكت. والله ربنا يرزقكم ويخليكم دايما مع بعض. بس انا عندي تعليقين لازم نقولهم كده ببلاش. والله اللي بيطلع من بقي ده حكم فخدوا بيه. طبعا انتوا الاتنين ما شاء الله يعني مع بعض. لما لفيتوا بره كده لقيتوا الدنيا زي الزفت، ولسه بقى انت حد هيسالك لونك المفضل ايه، وانت كذلك كل واحده مش لاقي فيها اللي بتشبه مراتك. كل الناس في الدنيا بتتخانق وبترجع لبعض. اللي بيفرق الفضيحه بقى، ان انت تطلع تشرد لها وانت تطلعي تشردي له. مفيش راجل بيعمل كده، خلينا متفقين. مفيش راجل يطلع يعيب بنت عموما غريبه، ما بالك بقى كانت مراته. لان بلاقي فنانين برضو بيطلع يشتم اخته ولا حاجه. ده مش رجوله. انت مش راجل خلاص، نقطه. ومفيش اي حاجه تانية هتعني لك، ملهوش مبرر. انت لو عملت ده مش راجل، نقطه. اما البنات عندهم فكره الفيكتمايز. في بنات دايما عايشه في احساس انا لو افتريت وقلت كده هيصدقوني. ففي بنات بتطلع تقول ده عمل وسوى، هو في الاخر ما عملش اللي هي قالته بالشكل ده. بس سماسيمو طلعت شردت له، قالت حاجات تكنسله من الدنيا مش من السوشيال ميديا. يعني تخلي صفحة وزارة الداخلية تصوره وهو حاطط ايديه ورا ظهره. اتخانقوا، افشخوا بعض، ارموا بعض بحلل وكوبايات صيني واطباق. بس على السوشيال ميديا اقل فيديو ليها وهي بتشتمه باهله مثلا جايب 4 مليون مشاهدة. طب مين هيحاسب على المشاريب دي؟ مين هيحاسب على ده؟ مفيش حاجة بتتمسح على النت. فلما عيالهم يطلعوا يلاقوا امهم كانت بتعمل باتل راب على ابوهم، فاكيد يعني يقول لها ماما هو يا نهار اسود، امال بتقولي ما تشتمش وتعلميني الادب؟ امال ايه ده يا ست الكل؟ اللي انا بقوله ده بجد مش طالب حاجة غير ان احنا نحترم نفسنا. تخيل طالب منك انك تحترم مراتك وتحترمي جوزك وتحترموا نفسكم على السوشيال ميديا. بيرجو بيرياكت. حتى الناس لاحظت اول ما رجعت لميدو بص ظبطت الطرحه وبقت دونت كير اباوت اني اتنشنز. خلاص اني مور، ما عادش في بكمنه. خلاص ما عادش في
ما عادش في بكمنه ايه؟ مين دي؟ طب جامد والله. برجو رياكت. قلبي كتير مبسوط. انا الكوميديا دي بجد بخاف منها، الكوميديا البودي موفمنت، لو انا هضحك الناس ازاي هرقص دي، انا هرقص على النت وهضحك الناس. شباب جميل يعني ربنا يحفظهم. ده عندهم في البرازيل بيعملوا الرقصه دي و6 7 وبتاع. برضو احنا في مصر عندنا الناس برضو ماسكه حالها شويه، الحمد لله ان احنا ما ماشيه رضا دوباميننا خلص. الفترة اللي فاتت شايفة كل الناس بتتكلم عن التداول، يعني هتتداولي انت كمان قدامنا كده عادي خلاص، الناس بقت تطلع تتداول قدامنا. بصراحة جاية اقول لكم حاجة، انا كمان بتداول. يلا اللي بتتداولي. برجو رياكت. بقول لك ايه، بتتداول، انا كمان بتداول. ومن الحاجات اللي جربتها قبل كده كانت الفوركس، بس ما حسيتش نفسي فيها، عشان كده بدأت ادور على حاجات تانية. بدأت بقى اللي هو انا عايزه اتداول، انا عايزه، مش قادر، انا مش قادر، عايزه ادور على حاجه، عايزه بديل اوعى يا جدعان حد بيفكر في حوار التداول ده يفتكره بجد، اقسم بالله. ركز معايا، اي بلوجر بيتكلم عن التداول اوعى تثق فيه، اي بلوجر عمل لك اعلان عن التداول اوعى تثق فيه. انا عملت الاعلان قبل كده مره ومسحته ودخلت مناوشات وخناقات مع الشركه بعد ما عرفت المصايب اللي بتيجي من وراه. وتلاقي بقى ناس طالعه لك زي دول، اللي هو بلوجر درجه ثالثه بيلعب في اسمنت اسيوط ولا حاجه، تطلع تقول لك بص انت هتيجي جروب التليجرام تطلب منك بقى كورس، هتديك كورس ب$100 وهتفهمك كل حاجه بقى، هتفهمك الزيتون. طب ما انت لو بتعملي مثلا الزيتونه اللي انت بتشرحيها للناس، هتهتمي ليه ان انت تجيبي الناس عندك وتاخدي منهم $100؟ هتقول لي لا اصلا انا عايز افيد وعلمي يوصل. مصلحه المتداول ان السوق يفضل منحصر ما يتسعش، عشان خاطر هو بقى يلعب لو هو معاه السورس معاه الشفره. لكن لو ادى الشفره لكل الناس ما خلاص هينورماليز اكنه عمل تضخم يعني. هكذا هي لو فاهمه في التداول وهتروح تدي لك السورس تقول لك بص انت هتعمل كذا وهات $100، ده يثبت لك ان هي ما عندهاش علم تديهولك ولا عندها اي حاجه، لان مصلحتها اصلا لو هي عندها العلم ده مش هتعرفوه. وكل ده هري، اوعى تصدقوا من اي حد. يعجبني قوي الفكره ان انت تروح خد علمني التداول، خد فلوس عشان تخسرني الفلوس اللي معايا. انتوا خلاص كلكم عارفين ان انا الحمد لله ربنا فتح لي رزق كبير، عارفين ان انا الحمد لله ربنا فتح لي رزق كبير جدا من مجال التداول. ولكن فكره ان هي بتكلمك وهي بتصور نفسها وهي بتركب عربيه بتصور لك مثلا بلابتوب HP. مبدئيا مجال التداول محتاج اسرع لابتوب فيه بروسيسور وقصص، عشان خاطر الدوسه الفيمتو ثانيه بتفرق. مش ده اللابتوب بتاع القصه دي، مش ابل، فهيبقى حاجه عاليه. مش ده بيسخن، ده انا عارفه. برجو رياكت. ناس كتير قوي بتسالني بتقابلني بتقول لي انا هعمل ايه، لقيت دور ولا لسه. انا الراجل ده بيصعب عليا بشكل غريب قوي. انا عايز اقول لكم ان فعلا انا عرفت هعمل ايه اخيرا الحمد لله. لقيت لي دور في المجتمع. الموضوع احنا هنتكلم النهارده عن لا حول ولا قوة الا بالله. انا قلت يعني الحمد لله، انا قلت خلاها دور بجد يعني. انا لقيت دور واحد فرحان، انا همثل اني كويس. للاسف تم رفض المشروع. هنغطي مصر بزجاج كبير ونشغل تكييف مركزي، وبالتالي الجو هيبقى حرارته 24. في واحده بتقول له طب ولما تجيلي البريود؟ فكره حلوه، بس هي دلوقتي لما طياره نفتح لها تخش تنسى تقفل الازاز وراها. بس هي دي الفكره الاحلى ان انت تحط ازاز وتفيمه. لا ادهنوا العماير يا دين يا لا يا جدعان، انتوا تسالوني اصلا انا بكره ايه؟ بكره المنظر ده. انت معاك فلوس تبني 13 دور يا راجل يا مدعر، ب8 دور ادهن الطوب الاحمر، ادهن العشوائيات اللي انت بتعملها لنا دي. ابقى ماشي على الدائري باصص شمالي كله طوب احمر طوب احمر طوب احمر. ايه ما خلص الميزانيه، خلصت. انا خلص ميزانيتي ودوباميني مع بعض. ايه يا مين يا كاركتر، يا مين يا كاركتر، يا اللي الناس بتبص عليكي من البلكونات، يا اللي حياتك كده وبس منطقتك كده، الحاجات اللي هي دي، اللي هو لبسي من هنا بس انا من هنا، قال يعني اتخدعنا. يا عيني دي بتحاول، دي بتحزق.
مبدئيا اللي في البلكونه ده انا بحييك، هي بس هي عامله بيك لقطه حلوه يعني، ان انت ايه، انت بتديها فاليديشن. دي من نوع البنات اللي هو بتطلع لابسه بونيه مش عارف اسمه، اللي هو بعد ما بتاخد دش بتلبسه تقول جماعه انا مش هاكل جبنه بطماطم. سبحان الله سبحان الله، دخلت عندها لقيت اهو عايزه اعمل شعر بروتين اهو. البنت عبله عملته أهو. مع انها فتلتها انا عمالة بس عشان ايه؟ انا دارس كوميديا انا دارس يعني ايه كوميديا، معايا كتالوج كيف تصبح كوميدي ومفايرل ومولع الدنيا على التيك توك. ده قرت من الكتاب ده. الراجل يوم الصباحيه كده ما يصحاش يلاقي شعر قابب كأن غوريلا يزغف. البنت عبله اتجوزت وليد ابن خالها ابوها. هي بتتكلم مع الموبايل على الاساس بقى الناس تقول لها انت العفويه خدت حيز كبير قوي منك. العسل يا عم والله، الحلوه بزياده، الحراقه، يا جيرلز جيرل، يا البلاشر منين، يا الليب كومبو بتعمليه ازاي، يا الغمازات، اللهم بارك. في حاجه بص من كاركتر يعني، هي مصوره العيال فوق يا عيني عامله بيهم كونتنت. يا رب ما تحطني في موقف اطلع فيه ام بي سي جنب واحد فاكر نفسه من كاركتر، اللهم بعدنا عن الام بي سيز. انا في واحده قبل كده كانت بتصور عندنا في الجيم وانا ظاهر وراها عرقان وبلعب. انا قعدت اسبوعين مكتئب ان انا ظهرت كاكسترا في فيديو لاحدهم، ظهرت مجاميع، مالي فراغ، احساس وحش قوي ان انا بطلع كده انا المين كاركتر. يالا بيرجو بيرياكت. ده منظر بالله عليكم، ده منظر يرضي ربنا. رامي عياله في الشارع ومراته مقعدهم في قله. حرام عليكم يا جماعه، ما تخلفوش وتخلعوا يا جماعه، مش قد المسؤوليه. ما تتجوزوش من الاول، اتقوا الله، حرام. رماها في الشارع على الرصيفه، على الرصيفه، حسبي الله. هي دي رجاله عشان كده بياخدوا عين. عمره راجل جمل ودموع. يا رب تتخرجوا والله العظيم، يا رب تتخرجوا. الشباب دي فاكره ان كل البنات اللي قاعده في المكان حواليهم كلهم هيسيبوا رجالتهم وييجوا يقعدوا على حجرهم، ييجوا ينزلوا على ركبتهم ويعملوا كده ويقولوا له اتجوزني والله، وتعيط وهي بتعيط كده وتقول له اتجوزني. هم مقتنعين اقتناع تام ان كل بنت حواليهم شايفه ان كل واحد فيهم ارجل من صاحبه، راجل عليه. الناس دي فاكره ان هي ممكن تخطف صاحبتك منك في جامعه حلوان. وبص حتى هتلاقي كل واحد عينه في حته، عينه على واحده بيتاكد بيثبت لنفسه ايوه احنا ماشيين صح. ممكن سؤال بس بصراحه، ايوه هو انا وحشه؟ ايوه وحشه. بيرجو بيرياكت. كده يا جماعه فيديو خفيف بسيط كده في نص الاسبوع، عشان ايه برجع واحده واحده الموضوع فيديو كل يوم. فالديسبلين اهم حاجه من اي حاجه، الديسبلين. فتنساش لايكك، سبسكرايبك. اشوفكم الحلقه الجايه رب بس نكون الكلمتين اللي قلناهم على موضوع الطلاق وان الناس تطلع تشرد لبعض دي بس توصل، عشان كانوا هنا. خوارزميات يوتيوب بتقولك ان الفيديو ده هيعجبك.